السلام عليكم. اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعة خلاصة أكتر من تجربة عشان أوصل للنتيجة الرائعة دي. الكريسبي الجميل قوي ده واللون الرائع ده كريسبي سمك اللي هعتمدها بعد كده في بيتي في أي استريبس أنا هعمله سواء سمك أو فراخ، لأن الطريقة واحدة مع اختلاف بسيط. انا استخدمت السمك المجمد اللي بجيبه من السوبر ماركت وتقريبا موجود عند كل الناس، ولكن للامانه هو مش اجود نوع سمك. اللي افضل منه الفيليه اللي بيتباع عند السماك، بقطعه شرايح زي ما انتوا شايفينها كده صغيره طوليه بالمنظر ده. ودي اول تتبيله معايا: معلقه من الثوم المفروم، معلقه من الكمون، نص معلقه كاري هندي، ربع معلقه شطه او بابريكا، ربع معلقه من الملح، ورشة من الزعتر الجبلي، ومعلقة من الخل. ومكسي بقى الفيليه بتاعك بالطريقة دي ودخليه التلاجة عقبال ما اعمل الجزء التاني. كوبايتين من الدقيق كبار، هنتبلهم بكمون وملح وتوم بودر وبصل بودر وكركم وكاري هندي تاني، وبس على كده. هنقلبهم كويس ونقسم الكمية، بمعنى ان كل طبق من الطبقين دول فيهم كوباية دقيق. هاخد الطبق الاولاني هنزل عليه بكوبايه ميه. هعمل هنا يا جماعه عجينه تبقى شبيهه للبانكيك، يعني لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي. قلبت كويس بالمعلقه، ولكن استخدمت المضرب اليدوي عشان اوصل للنتيجه النهائيه اللي انا عايزها. عندي حله صغيره فيها ربعها زيت. كل ما توسع الحيز بتاع الحله كل ما تستخدمي زيت اكتر. فانا شغلت دماغي هنا، جبت حله صغيره عشان استخدم اقل كميه زيت مع اعلى ارتفاع من الزيت. وخدت السمك بتاعي نزلت بيهم في الخليط العجين زي ما انتم شايفين كده، وقلبتهم كويس. وخدت بالشوكه كده نزلت على الجزء التاني من الدقيق الجاف، وقلبت حوالي 7 8 مرات زي ما انتوا شايفين بالمنظر وبعد كده بعد ما قلبتهم عندك خيارين: ان انت تنفضي الدقيق، يا اما تستخدمي المصفى اللي موجودة في كل البيوت اللي هي ديت، او تستخدمي ايدك، لان الطريقة دي ما وصلتنيش للطبقة القرمشة اللي انا عايزها. فخدت جزء تاني من السمك اللي في الخليط حطيته في الدقيق الجاف، واستخدمت هنا الطريقة العادية بعد 10 أو 8 مرات من التقليب. ورجعت نفضتها زي ما انتوا شايفين كده بهزها. الهزة دي عملت تجاذيع على جسم السمكة، وهي دي التجاذيع اللي وصلت للطبقة اللي هتشوفوها قدامكم حالا، المقرمشة اللي باينة، اللي بتبقى عاملة زي المحلات بالظبط، زي الكنتاكي او الستريبس اللي احنا بنشتريه الرائع. قعدت على النار لمدة 6 أو 7 دقايق، كل وجه 3 دقايق. وبصفيه كويس جدا من الزيت، وبحطه على منشفة المطبخ أو منديل مطبخ. وده كان الشكل النهائي للستريبس السمك المقرمش قوي واللون الذهبي. عارفين طبعا اللون الذهبي ده جالنا منين؟ جالنا من الكركم. خدت بالكم؟ الكركم هو اداني اللون الجميل دوت. بصراحة كان تحفة، والطريقة دي في التتبيل ده بالتكنيك ده وصلتني لمرحلة حلوة جدا، لان انا استخدمت كذا طريقة تتبيلة او كذا طريقة عمل، بس النتيجة النهائية اللي انا وصلت لها دي كانت مرضية جدا، اللي تخليني في بيتي انا هعتمدها. وانا قلت لكم التجربة بكل امانة، وده كان الشكل النهائي. جربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم.